أعزائي مشاهدي فضائية الإشراق، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي مرة أخرى في إحدى حلقات برنامجنا الخاص بالكرد الفيلين، البرنامج الذي يبحث الأمور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية لهذا المكون الكبير. في الحلقات السابقة تطرقنا إلى موضوع العشيرة وتسميتها بالنسبة للعراق وبالنسبة للموجودين خارج جبال زاغروس. فإحنا نعرف أنه كل العشائر الموجودة في مناطقنا كلها واحدة امتدادا للأخرى، يعني منطقة واحدة كان قبل التقسيم سايكس بيكو واتفاقيات ذهاب وغيره، فهي منطقة واحدة كانت، يعني ما مفصولة سياسيا ولا مفصولة جغرافيا، الناس تتنقل وتروح وتجي، منطقة واسعة. فنلاحظ مثل ما بينا في الحلقات السابقة أن هناك امتدادات للعشائر الموجودة بالطرفين، يعني مثلا ملك شاي موجود ببشتكو، ملك شاي موجود بخانقين، ملك شاي موجود ببدرة، ملك شاي موجود بمندلي. فإذا هي منطقة واحدة، لكن تعرضت للتقسيم، وهذا التقسيم تحول إلى فد مسألة كبرى، يعني أو فد كارثة كبرى بالنسبة لهذا المكون وللناس الساكنين في هذه المنطقة، لأنه مرت هذه المنطقة بصعوبات كبيرة أثناء الحروب أو أثناء الاختلافات السياسية. فالاختلافات السياسية كانت سبب في القطيعة بين هذه العشائر وبهذه القبائل. احنا تطرقنا في الحلقات السابقة إلى تسمية الكبار أو وجوه القبيلة والعشيرة، فاحنا أشرنا إلى أنه في بشتكو هناك رمز أو تسمية للكبير، كبير العشيرة، والتسمية هي تشمال. التشمال هو هذا الشيخ عام المنطقة العشيرة الفلانية، مثل عشيرة تركوازي، عشيرة ملك شاي، كلهور، غيرها العشائر اللي موجودة فيها. لكن بالجانب الثاني، جانب خلي هسه ايش نقول، جانب العراقي بعد هناك التسميات. احنا عندنا هنا هسه كان بالسابق كوخا. الكوخا هو يعني كبير العشيرة، واكو عندنا كل قرية ايضا بها كوخا، هذا هو مثل الشيخ فخذ، وايضا احد وجوه العشيرة. فاحنا هنا بعد الحقيقة بعد سقوط النظام حدث أو ظهر تسمية، أو ظهرت تسمية جديدة، فهي تسمية الشيخ. هسه احنا عندنا شيخ عام وعندنا شيخ أفخاذ وعندنا شيوخ، يعني المناطق معروفين، كل منطقة أو كل بيت أو عائلة أو شيخ فخذ يسمى. العفو. لكن بالنسبة للعراق، يعني بالنسبة لإيران ما أعرف، بس بالنسبة للعراق هناك أكو ظاهرة أنه في العشيرة الواحدة هناك شيخين عامين. فالشخصين هم يعني مصدر احترام وتقدير الناس. فمثلا عشيرة الملك شاي عندنا الشيخ خالد مام علي، تحياتنا له، وعندنا الشيخ حسين موجود بالكوت، هو هذا أيضا واحد من وجوه العشيرة، فشيخين. بالنسبة لعشيرة الزرقوش، إخواننا وأقربائنا وأهلنا، أيضا هناك شخصيتين. شخصية الشيخ عبد الصمد سالار، تحياتي له، وهو وجه معروف وشخصية معروفة وشخصية كبيرة وشخصية محترمة، فالشيخ صمد. وأيضا عندنا الشيخ أحمد الزرقوشي.
فهنا يعني ما أعرف أنا هذا السبب، هذا الانشقاق، يعني ليش إحنا عندنا مثلا بعض العشائر بها شيخين، شيخ عام. هم شيوخ الفخوذ موجودين، يعني هسه عندنا شيخ فخذ بغداد إسماعيل مطلق موجود، وعنده اتصال ويا الشيخ صمد. فهذه الظاهرة موجودة عندنا احنا بالعراق. وكذلك عندنا بعض الشيوخ العشائر الباقية أيضا موجودين، وكل يعني تقريبا التقسيم العشائري موجود عندنا. وأيضا الأعراف العشائري عندنا مطبقة مثل ما مطبقة في العشائر العربية، يعني نفس يسموها سنائن، يعني هي السنة أو قانون، هي سنائن العشائرية موجودة عندنا. حتى شو اسمه يعني حتى عشيرة القرولس أيضا، فهو الشيخ أكرم والشيخ عدنان، وهم الاثنين يعني أجلاء ومحترمين ومعروفين، ولهم دورهم في حماية العشيرة من القضايا وحل مشاكلها وحل الأضرار أو اللي تتعرض لها العشيرة. بالنسبة للملابس، عندنا ملابس تختلف، لأنه الملابس دائما بصورة عامة يعني بشكل عام سواء بالعراق أو خارج العراق أو غير مكان، فهي الملابس تعينة بيئة المنطقة. يعني هسه نشوف احنا مثلا بالجزيرة العربية البدو ما ممكن يلبس بنطلون وسترة وقبوط وما ادري، لا هو دشتاشة وغترة أو يشماخ يلف بوجهه من العواصف الرملية من شو اسمه. فهنا عندنا أيضا بالعراق نفس الشيء. بالنسبة للقبائل أو العشائر الكردية، امتداداتنا خلينا نقول امتداداتنا في الجانب الثاني أيضا اختلاف في الملابس. الملابس هناك تكون دائما شروال وفوق مثل قبوط قصير، مثل روب قبوط، وأيضا يلبس هذا الشبنة اللي بالكردي يسموه فرنجي، وأيضا يغطي راسه وش اسمه. فهذا موجود هناك. هنا عندنا بالعراق اختلاف، يعني موجودين أيضا يلبسون، يعني مثلا بالقرية اللي يروح يعني للزرع للشيء أيضا يلبس شروال ويلبس يعني فوقه، هم يلبسون فرنجي إذا بالشتاء مثلا باردة الدنيا يلبسوها. لكن احنا نلاحظ بعض العشائر ملابسهم خلينا نقول قريبة إلى التركمانية، يعني مثلا أهل الخانقين كانوا الناس يلبسون يعني في المناسبات أو يعني مثلا ينزل إلى السوق أو خلينا نقول بالمناسبات الدينية، يلبسون صاية وشاكيت، صاية وشاكيت وشال، وأيضا يلف يسموه مشكي، يعني غطاء الرأس مشكي وعرقشين. هذا العرقشين احنا شفته بخانقين، الناس ياخذون العرقشين الأبيض ويطرزوه، يعني الرجال شوف العرقشين ماله مطرز أحمر أخضر، يعني شيء حلو. وبعدين عند قلت يعني المشكي وصاية وشاكيت يلبس عباء، ويعني كأنه هو يعني لبس مشترك خلينا نقول تركماني عربي، لأن العرب أيضا يلبسون صاية وشاكيت وعباء وإلى يعني الناس اللي هذا الزي هم معتزين بهذا الزي. لكن عندنا احنا بغداد بعد فترات يعني التغيير صار فقط في خلينا نقول قسم اللي بقوا يلبسون صاية وشاكيت. انتم تدرون الزي الأوروبي هو طغى على كل الأزياء بالعالم. يا نشوف لك مثلا هندي يسافر من هندي يروح لإنجلترا يلبس سترة وبنطلون، الأمريكي غيره، يعني خلينا نقول أمريكا الجنوبية. فهاي الملابس هي الأوروبية غطت، لكن احنا عندنا هسه مكان المشكي اكو الشراوية أو اليشماخ، يلبس يشماخ، اليشماخ سعره أرخص ومتوفر أكثر. الآن وصلنا إلى فاصل، وإن شاء الله نواصل بعد الفاصل. بعد الفاصل عندنا والعودة أحمد إن شاء الله.
فالملابس اللي اختلاف هناك من الملابس بين الجانبين موجودة، الاختلافات موجودة، لكن أنا أؤكد والناس يعني شو اسمه يعني هي يعني ظاهرة حضارية أنه الناس تقبلت هذا اللبس الأوروبي اللي السترة والبنطلون أو القاط البدلة. هذه الناس هسه يستعملون مثلا الشباب قماصل، يلبس قمصلة وقميص، ويعني مثلا صارت اعتيادية. زي نشوف فيلم أو نشوف منظر مثلا من دولة أوروبية نلاحظ الملابس مالتهم ما تختلف عن ملابسنا. هذه من ناحية الملابس. من ناحية الأفراح والأحزان، بالأعداد السابقة أو بالحلقات السابقة أنا تعرضت إلى مسائل الأعراس، فقلنا الأعراس شلون تصير بالقرية، لكن بالمدينة أيضا نفس الشيء، لكن وجود اختلاف موجود. فبالنسبة للعرف الاجتماعي أنه دائما الشخص هو مثلا تعجبه واحدة من القرية، من المدينة، من القرايب، من أحد، فشي يخبر أهله أمه خاصة. أول مرة هي المسائل الحميدة تقوم بها النسوان يروحان يفتحن الموضوع اللي يابا عندنا هيك شيء وفد عمل خير وولد هم يعني إذا هو من المنطقة يعرفوه، هو طبيعي اعتيادي. وإذا مو من المنطقة، خاصة بالوقت الحاضر، يعني إحنا عندنا اختلاف صار شاسع. يعني قبل المناطق ضيقة ومناطق صغيرة، والتعارف موجود بين العوائل، تعارف جدا قوي، يعني الجار يعرف الجار، يزور الجار الناس. لكن الوقت الحاضر لا. وعندنا هسه الوقت الحاضر عندنا الزواج الإلكتروني عن طريق الفيس، عن طريق شو اسمه. فأحيانا جامعة مثلا، بالجامعة بالعمل، يعني اختلاط الوقت في الوقت الحاضر الاختلاط عندنا كبير، يعني مو مثل ما كان قبل السنين السابقة، قبل 50 سنة 70 سنة المرة ما تطلع من البيت. المهم يعني بهيك حالة يروحون يسألون عن الولد، أو يسألون أهل الولد يسألون عن البنية، أهلها، أخلاقها، تربيتها، مثلا أهلها، ونفس الوقت هم أيضا يسألون عن الولد، عمله، يعني قضايا اللي ممكن أنه يعتمدون عليه أنه هذا الشخص أنه راح يشكل عائلة ويربي أطفال ويربي زوجته بشكل كريم يعني. عندنا احنا قلنا بالقرية يصير صار الاتفاق يشترون لشآن، وبعدين عقد. احنا عادة عندنا العقد موجود حتى بالقرية أو بالمدينة، يكون أول مرة عقد السيد، أحد السادة يعني من نسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هو هذا يعني يقوم بعمل عقد قران، يتفق انه يسال البنيه انت راضيه عن هذا الولد، يعني هالمسائل يعني شكليه بصراحه، فتم. وبعدين اسم اتفاق يشترون غراض، يشترون اثاث، يشترون ذهب. باول بالبدايه ذهب، والذهب حسب امكانيه الشخص، يعني اكو شخص عنده امكانيه يشتري كميه كبيره، واحد ما عنده امكانيه يشتري شيء بسيط. فلهالسبب هذا يعني شو اسمه العمليه يعني بسيطه، مو معقده جدا، ما بيها شيء. فيصير موعد الزواج. احنا قلنا بالقريه يصير وليمه وطبل وشوبيه ورقص. يعني احيانا انا اتذكر بالستينات عرس يدوم 3 ايام، يعني 3 ايام يجي الطبال والساز، ويعني الناس حقيقة الناس أنا شفت أو إذا أقارن يعني بين الستينات والخمسينات والستينات وجزء من السبعينات، الناس كانت يعني نفسياتها مرتاحة أكثر من هسه. فإحنا كل ما نتقدم، وهو دائما حتى نشوف المنشورات إذا بالفيس أو غيره، دائما يقول العراق البلد الوحيد اللي ماضيه أجمل من حاضره. ففعلا الماضي كان جميل جدا، لكن مع الأسف الظروف السياسية هي دمرت البلد وأخرتنا
وحولتنا إلى ناس بؤساء. يعني مو شخص بائس ماليا، لا، احنا بائس نفسيا أيضا، نفسيته مكسورة. يعني من يضحك يقول اللهم اجعلها ضحكة خير، يعني ما مصدق هو يضحك. فهذه ترى يعني هذه بها آثار سلبية وبها آثار يعني بالمستقبل هذا تبين على الناس. فهناك بنشوف 3 أيام الناس شوبية وترقص ومتونسة وطلقات وشيء بالقرية وبالنسبة، لكن داخل المدينة ما ممكن يعني عرس 3 أيام لا. فيعني نفس العملية يعينون شو اسمه. فيوم العرس الزفاف البنية يهيئوها للزفاف، والولد أيضا أصدقائه ويجمعون قرايبه، فكان يصير الولائم بالمطاعم. وأكثر مطعم اللي كان يصير به ولائم هو مطعم تاجران. مطعم تاجران يصير باب الشرجي براس النفق تقريبا. هو الرجل تاجران يعني شو اسمه أبو علي سفر بوقته والبناية مالته راحت. فالناس أكثر هو الناس كلهم يعني حقيقة بالستينات ما شفت واحد يعني ذاك الوقت أنا يمكن شاب، يعني ما شفت واحد مثلا يتزوج ويسوي حفلة ببيته، ماكو. وبعدين منطقة حي الإكراد احنا كنا تجمعاتنا كلها بحي الإكراد أو الكفاح أو القشلة أو الدهانة إلى غير المناطق هذه ضيقة. وهناك اكو ظاهرة أخرى أنه في البيت الواحد عدة عوائل، يعني هم 3 4 عوائل عايشين ببيت واحد، يعني ساكنين ببيت واحد، كل واحد عنده غرفة. زين شو يسوي؟ يجيب له ساز وطبل وش اسمه؟ ما ممكن. فالمسألة اقتصرت على أنه بالمطعم ويدعو أصدقائه، وبعدين من شو اسمه ياخذوا ويفرروه العريس يفتر شو اسمه ياخذ الكاظم هناك يزور التبرك. وايضا البنيه وبعد قسم يعني هم بسياره يفرروها يعني كم شارع داخل بغداد وهكذا. يعني قبل بدا شو اسمه يعني العمليات قلنا التجميل البنيه يصير بالبيت، ومواد التجميل كانت سهله، الديرم والحنه وهالمسائل هذه. فهيئوها ملابسها يخيطوا لها ملابس. ايام زمان بالقريه يعني الملابس حتى كانت تخيط باليد، يعني بالنسبه للعروس يخيطوا لها فد ثوب وذا شو اسمه متعودين عليه، فد مساله اعتياديه. وهذه ويتم العرس هنا ببغداد. اذا شو اسمه يروح ياجر له غرفه اذا هو حالته ضعيفه، واذا ما عنده اذا عنده اموره زينه ياجر له بيت ويسكن به وتمتع. بالقريه ايضا المساله هم يجمعون اصدقائه يبنوا له غرفه ضمن بيت اهله بيت ابوه، فد غرفه زايده او شو اسمه يبنوا له اياه، وهم يهيئون اصدقائهم يتجمعون بيناتهم. فالعمليه جدا بسيطه وجد يعني ما بها تعقيد. مع الاسف ان الوقت الحاضر هناك بعض تعقيدات كثيره. الموضوع الاخر اللي حقيقه يعني قبل فتره يعني اكو اصوات بين فتره وفتره تصعد انه باعتبار ان الكرد الفيليين او الكرد الفيليه او الكرد الفيليين مو اكراد. يعني هذه ما اعرف انا يعني هذا الدافع ماله شنو؟ دافع سياسي متعمد او جاهل الشخص اللي يدعو هذا الشخص؟ احنا نعرف يعني من بنت العائله تكونت البشريه، اول شيء اللي يتكون هو شنو؟ الاسره. الاسره شنو؟ اب وابناء واخوه وش اسمه ببيت واحد. يعني ما ممكن الانسان يعيش منفرد، يعني ما ممكن اجيب بشر هسه عايشه في مكان صحراء او شيء بوحده، ما ممكن. وأعود بعد الفاصل إن شاء الله لتكملة هذا الموضوع ونستمر به. بعد الفاصل عندنا والحمد لله إلى تكملة الموضوع، وهو موضوع خطير، وهو كون الكرد الفيلية هم أكراد أو ليسوا بأكراد. فمثل ما أشرت يعني ما أعرف هذا من أي منطلق هؤلاء ينطلقون بهالادعاءات يعني.
وأيضا أشرت إلى أن الإنسان هو بطبيعته اجتماعي، يعني ينضم إلى أسرة، والأسرة إلى قرية، والقرية إلى عشيرة، والعشيرة إلى قبيلة، والقبيلة إلى دولة. فهذا الإنسان كل هالانتماءات كل من أجل أنه يحافظ على وجوده. يعني دائما الإنسان يشعر بضعف ويشعر بقوة عندما يكون بين جماعته. يعني الإنسان يشوف بعشيرته بقريته بمنطقته، يعني يشوفه هو متباهي، لكن خلي ينقله منا ودي إلى مدينة، خلي نقول مدينة أمريكية متطورة، فراح يشعر بضعف، يشعر بخوف، يشعر يعني يعني ما يقدر يعني ينسجم ويا أهل المدينة أو تلك الولاية مثل ما ينسجم ويا أهله. فهذا ضعف وشيء موجود عندنا. فأنا قصدي شنو من المسألة؟ احنا القومية الواحدة هي اللي تجمعنا، إذا سواء فيلي، سوراني، باهدناني، لور، كالهور، لاك، احنا تجمعنا قومية واحدة وهي القومية الكردية. احنا قوميتنا كردية، احنا كرات. ليش نريد نفصل؟ احنا بالعكس، احنا يعني الانسان خلي افرض الكردي الفيلي مو كردي، شنو هو العاد؟ شنو خلي؟ زين ليش نجزأه؟ ليش نفصله؟ ليش نصغره؟ ليش نقزمه؟ مو هذا يتقزم هذا. يعني وين تقول مثلا الشعب الكردي يمتد من الاسكندرونة إلى الخليج العربي أو الخليج الفارسي، هو كل هذا منطقتنا. لكن إذا الاستعمار والمؤامرات الدولية قسمتها ووزعتها بين 4 دول، هذا مو ذنب الكردي ولا ذنب الفيلي ولا ذنب الباهدناني ولا ذنب. لكن إذا نجي احنا للواقع، يعني أنت من تقول القومية الفيلية، ترى يعني مسألة يعني هذا خارج عن المفاهيم الاجتماعية اللي توزعت على القوميات والمكونات والشرائح. وهذه يعني لما نقول شريحة مو مثل ما نقول مكون، من نقول مكون ما نقول. إذا هم افرض هم مو أكراد، شنو العاد؟ زين واحنا ليش يعني نقول هذا مو كردي؟ يعني ليش؟ هسه انا اجيب مثال بسيط. الفرق بين الكردي مالنا، كردي بغداد او كردي خانقين او كردي شو اسمه، ويا كردي باهدناني او كردي سوراني، يعني بسليمانيه اربيل الى اخره. انت شوف وجهك جسمه كله من فوق لجوا. احنا العين نسميه تشو، هو قسم يسموه تشم، قسم يسموه تشاو، قسم يسموه تشو، هو نفس الشيء. الراس سر، روح بالبايدناني يقول سرم يا شيء، يعني سرم. حتى بالإعلامي أو مناطق عشائرنا هم يعني يقول سرم يا شيء، يعني راسي يوجعني السر. الحلق دم، الإيد دس، نفس الكلمات. يعني أنت ما ممكن أنت يعني إحنا الفوارق اللي موجودة يعني بالظاهر أنت من تجي على اللهجة أو تجي على شو اسمه المنطقة، فشوفوا بالبداية الصعوبة، لأنه اللهجات تختلف بين كل دول العالم، بين كل شعوب العالم. كل شعوب العالم أيضا بها اختلافات باللهجات. يعني ما ممكن احنا نلقي شعب واحد كل لهجاته مشابهة وكل لهجاته. يعني هاي تركيا بها عدة لهجات، هو كلمة هو لغة تركية بس عندهم أيضا لهجاتهم موجودة فإحنا يعني إذا نجي للقضايا، يعني مسائل السياسية، يعني مثلا نأخذ الأمة العربية. زين الأمة العربية، احنا الدول العربية، أي واحد إذا تقول يا منو هم الدول العربية كم دولة أو هم منو يعد لك العراق والسعودية ومصر والسودان وإلى آخره. لكن يذكر لك بالجامعة العربية احنا عندنا الصومال أنه دولة عربية. زين الصومال يعني شنو؟ اجى محمد سياد بري باحدى مؤتمرات القمه، مؤتمر قمه صار ببغداد، محمد سياد بري يمثل حكومه الصومال، يعني جمهوريه الصومال يمثلهم، لكن ما يعرف كلمه عربي، القى الكلمه ماله بالانجليزي. زين هذا يعني شنو؟ يعني عفويه المساله. يذكر انه يقول احنا مثلا بالقضايا الدوليه شيء انه الصومال هي دوله عربيه.
فاذا عندنا احنا يعني هذه. وليش شو اسمه؟ لانه هو لاحظ انه انتمائه اذا للدول العربيه اضمن له من ابقاء انه الصومال هي كانت صومال فرنسيه وانجليزيه، كان عندها الصومال بوقتها، فلاحظ انه ينتمي الى الدول العربيه احسن له، لانه يجوز حصل مساعدات من السعوديه، حصل مساعدات ثقافيه من العراق والى اخره. كذلك جيبوتي وجزر القمر وهذه الدول كلها تقول احنا عرب، وهذا هم من يقول انا عربي لانه هو يشعر انه هو محتاج لهاي السالفه. زين انا اقول لك انا كردي انا فيلي، زين المن تابعني عربي؟ لا مو عربي. تدري الدراسات التاريخية والدراسات الجغرافية والدراسات الاجتماعية اختلافات كثيرة بين العرب والأكراد، يعني كاعتيادي، مثل ما اختلافات بين العربي والفرنسي أو الفارسي والهندي، هناك اختلافات موجودة. وأيضا يكون هناك تشابهات، يعني هسه يكون تشابه بين الهندي وبين الفارسي، الأفغاني والفارسي، يعني حتى بالأوروبي، لأن احنا إذا نصعد بالجذور نصعد إلى الهندو أوروبية، فهذه الهندو أوروبية الأقوام هذه أكو إذا مشتركات حتى بالكلمات، باللغة أكو مشتركات موجودة بينات، بالهندي بالفارسي، لأن مجموعة واحدة. لكن أنا من أقول أنا مو كردي، زين يا أنت شنو؟ حقيقة أنا عجبني الدكتور إسماعيل قمندار الله يذكره بالخير. هذا الرجل أنا أعتبره عالم من علماء الكرد الفيلية، ومن عالم من علماء اللغة، فكتابه عنده كتاب اللهجات الجنوبية، فهو أيضا يعني شفت الرد ماله، بس هو مواعد أنه يرد رد كبير على هذه أفكار. يعني مو نقول شخص واحد، هو سامع من الناس يعني احنا مو كراد، زين تل ابيب ليش بكره؟ يعني هو الكرد ايش بيه؟ يعني عار يعني اذا قلت انت كردي؟ اشو الاكراد ما رضوا بالظلم، الاكراد كافحوا، الاكراد انضموا للاسلام بدون معارك، والاكراد خدموا الاسلام، الاكراد خدموا العرب وخدموا التركمان واشكال الوان. حرب فلسطين وحروب ما شو اسمه الحروب اللي صارت، كل الجيش العراقي مشارك به. الجيش العراقي منه عرب وكراد وتركمان ومسيحيين هم كلهم شاركوا به. زين تجي الحروب الدولة العثمانية أيضا الأكراد شاركوا به. يعني احنا بنقول احنا أكراد هذا فخر إلنا، لكن بنقول يعني مثلا أنا كردي فيلي، أنا كردي فيلي، هذا كردي فيلي، أنا كردي بهدناني، أنا كردي سوراني. فلهالسبب هذا فاحنا يعني هذا الشيء يعني حقيقة أريد أتطرق له وأبين أنه هذا من الناحية السلبية تأثر علينا كمكون وجزء كبير من الأمة الكردية أو الشعب الكردي. إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة إن شاء الله، وأنتم في كل خير وسرور.